انا مش مصدقه ان انت لسه لغايه دلوقتي بتعمليه بطريقتك العاديه، ولما اولادك يحبوا ياكلوه بتنزلي انت وتشتري الطبق الواحد ب75 جنيه. طب ليه بقى وعلشان ايه؟ انا عارفه ان انت مش شفتيش الطريقه دي قبل كده، فتعالي يلا بقى نشوف الجديد. وقبل ما ابدا الفيديو، الله يسعد قلبك اللي تحطي لايك للفيديو وتحققي كل اللي بتحلمي بيه. قولوا امين يا حبايبي. انا هنا جبت حوالي كيلو الا ربع من الفلفل زي ما انتم شايفين، وطبعا الكميه دي حاجه ترجع لك انت. جبت هنا طبق فيه ميه، طبعا انا غسله الفلفل كمان تحت ميه جاريه. جبت هنا طبق فيه ميه وضفت فيه خل وملح، علشان انا عاوزه اتاكد ان الفلفل بتاعي ده منقوع كويس قوي، هو زيه زي اي خضار. تمام كده. حله وفيها ميه، انا نزلت فيها كده برتل كامل من الميه، وعليه معلقه صغيره كده من الزيت. واول ما الميه هتبدا تسخن معايا هبدا ان انا انزل بالفلفل معانا بالشكل ده. تمام، بديله تقليبه. واول بس ما الاقيه دبل معايا، يعني خلاص ما عادش ناشف معايا بقى دبلان زي ما انتوا شفتوا، بخرجه كده على طول، يعني ما سيبوش ياخد اول غلوه. انا بنزله في النار وهي سخنه، اقلبه مستمر علشان انا مش عاوزاه يتهري. انا مجرد بس عاوزاه يدبل معايا، عشان هو ده اللي هيفرق كله معايا في الطعم. بعد كده معايا هنا حبتين اتنين من البصل، هبدأ ان انا اقطع البصل بتاعي كده لقطع مربعات او مكعبات. ومعايا قرن واحد من الفلفل الرومي، ومعايا كمان قرن واحد من الفلفل الحامي، ما استخدمتوش كله، استخدمته نصه. 4 فصوص من الثوم. دقيت الثوم وبدأت ان انا افرمه وانعمه كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هجيب بقى الكبة وهنزل بالبصل والثوم والفلفل، وهفرم كل الحاجات دي مع بعضها كده. جبت هنا بقى نفس الحلة اللي انا سلقت فيها الفلفل، وضفت فيها معلقتين اتنين من الزيت، ونزلت بالبصل والفلفل الثوم اللي انا فرمتهم. اول بس كده ما ياخدوا تشويحه حلوه ريحتهم تظهر، بنزل بالطماطم. انا مستخدمه كيلو الا ربع من الطماطم، فرمته في الكبه. وبعدين ننزل بالتوابل، فلفل اسود وكمون وكزبره وبابريكا، وظبطت الملح بتاعي، وهسيبها بقى عشان تتسبك معايا بالشكل ده. قصرت واتسبكت كويس قوي. هبدا ان انا اضيف معلقه واحده من السكر. وبعد كده هبدأ ان انا انزل بقى بالرز، انا مستخدمه كيلو الا ربع من الرز، ضفت عليه الخضره. وبعدين هبدأ ان انا اقلب كويس قوي التسبيكه. وطبعا انا اتبقى معايا كده حوالي معلقتين اتنين من التسبيكه، يعني ما ضفتهاش كلها، كانت ما شاء الله اللهم بارك حمرا وكويسه. وبعدين هبدأ بقى ان انا اجيب معايا الفلفل. وطبعا الفلفل بعد انا ما سلقته كنت بدأت ان انا اشيل اللي هو القلب بتاعه زي ما انتوا شفتوني في اول الفيديو. بعد كده هحشي على طول، واظن الحشو مش هياخد مننا اي وقت خالص. نفس الحله برضو اللي احنا سبكنا فيها وعملنا فيها الفلفل، هبدا ان انا اسوي فيها. ببدا ان انا اوقفها وارص فيها الفلفل زي ما انتم شايفين بمنتهى السهوله بالطريقه دي. خلاص كده رصينا بقى الفلفل. آه دلوقتي بقى معايا هنا مرقه متبقيه عندي من اليوم اللي قبله، هبدا ان انا اسقي بيها زي ما انتم شايفين، ويترفع بقى على النار. في الاول النار بتكون عاليه، بهدي عليه النار. وبعد كده بيكون بقى جاهز معانا. اللهم بارك. تعالوا بقى نقدمه. بسم الله ما شاء الله. بصوا مفلفل حلو دايب زبده، حرفيا والله انتوا بتاكلوا زبده. اظن بقى استحق ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك يا لول.